سوتوه 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 وها انت شوفي الدساره فين وصلت بهاد الزماكريات. زعما راه انا جايه من اسبانيا وياه كيسحب ليها الدنيا سايبه. اشنو قصه القيد اللي ولا ترند على جميع مواقع التواصل الاجتماعي؟ القصه بدات بمدينه تماره في الاسبوع الفارط، بحيث القايد خرج يؤدي العمل ديالو واحد الحمله ديال التعدي على الملك العمومي. المهم السيد سالا خدمته ونفذ الاوامر ورجع في حالته الملحقه الاداريه باش يكمل العمل ديالو بشكل عادي. ولكن اللي ما كانش عارف بان هذا النهار ما غاديش يدوز ليه بسلام، حيت هاد الباندي ومراته وخوتو كانوا جايين لعندو الملحقه الاداريه وبداو منوضين صداع باش يطلبوا منه السلعه ديالهم اللي خداها ليهم، وعند بالهم بان داكشي راه بيديه والسيد غير خدام وكيدير داكشي اللي عليه. المهم هاد الناس كانوا بدون اخلاق ولا تربيه، تهجموا على القايد والزوج ديال هاد البانديه مشى عطاه واحد النص وطيحوا في الارض. الكاميرا للاسف ما شدتش هذاك الموقف، ولكن من بعد ولاو الناس كيصوروا، وكما تبين لكم في الفيديو واحد شويه جات ديك الزماكريه وعطاتو جوج طرشات بلا حشمه بلا حياه وشدتها الكاميرا وفكيها من وحلتيها. ومن بعد اسبوع الفيديو تلاح ومشى كالنار في الهشيم والناس كلها ولات كتحدث عليه ولا حديث الساعه، واللي كيبين على مدى السوقيه ديالها وعلى مدى الافتخار ديالها بداكشي اللي كانت كدير مع داك القايد، وعند بالها بانها غادي تسلك منها بشكل عادي. وانا بيني وبينكم ما عرفتش منين جابت هاد الجرأه باش دير هاد الشيء، وسبحان الله العظيم كاين شي وحدين وجههم قاصح. حتى من المراه مسكينه كانت جالسه كتقول لها علاش كضربي القايد، ولات كدابز معاه حتى هي وكتسب هي وياها. القايد كان عارف راسو اشنو كيدير، ما مدش يدي على هذيك السوقيه لا هي ولا الزوج ديالها، وخلاهم بحال هكاك وتابعهم بالقانون. ودابا هما تشدوا في السجن، لا هما بسلعه ولا باسبانيا ولا بتا شي حاجه، وغادي يدوزوا العيد في الحبيبيس وغادي ياكلوا العديديس باش يترباو ويفهموا بان الامور ما كتمشيش بديك الهمجيه. وبينه وبينكم السيد ما عنده حتى شي دخل وكان تيدير غير الخدمه ديالو. زائد حاجه اخرى انهم خارج القانون وما عندهم حتى شي رخصه، وحنا كلنا مع القايد لا للهمجيه ولا للسوقيه. الا كان تعجبكم الفيديوهات والمحتوى ديالي ما تنساوش ديروا فولو وبسلام عليكم.